سيادة الحبر الجليل مر آزاد صبري شابة الجزيل الاحترام، السادة الأساقفة الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات والمؤمنين الكرام، بفرح كبير وغبطة يتقدم أحد أبناء كنيستنا كاتدرائية مار إيثالها لنيل رسامة الشماسية الإنجيلية ليكون مستعداً في حمل التقليد الكنسي والتعليم الإنجيلي، ليكون بذرة جديدة صالحة في كنيسة المسيح. أيها الأخوة والأخوات، يتقدم الشماس الرسائلي معا شليمون ميخو قلو، وهو من مواليد بغداد 18 تموز عام 1978، وقد نال سري الأعماد والميرون في 20 آب عام 1978 في قريته مانجيش. نشأ وترعرع في دهوك، وحصل على بكالوريوس علوم زراعية جامعة دهوك عام 2001، وهو حاليا مدير شؤون المسيحيين في محافظة دهوك. ارتسم شماسا قارئيا عام 1998 في كنيسة الانتقال دهوك على يد غبطة البطريرك مار رفائيل الأول بداويد، وارتسم شماسا رسائليا في 19 كانون الثاني عام 2013 في كاتدرائية مار إيثالها على يد سيادة المطران مار بشار وردة، وهو متزوج من السيدة إيفا دنخا صنا بتاريخ 18/9/2009، ولديه أبناء كل من أوغسطين وميراي. رأس المرتسم رمزاً لفرزه للخدمة وتكريسه للمسيح والكنيسة، فمنذ الآن وصاعداً ليست حياته ملكاً له أو لأهله أو لعشيرته، بل هي ملك المسيح والكنيسة، وعطاؤه يجب أن يكون كاملاً ومطلقاً وحاسماً. شي حنقل من ناخ كل يقرين دحطيثة هايدا وخلو زوان مطيوة إلاخ العالمين. آمين. آوند وش آوند وشميا نفقد شو حالة وولورا والروحة قدشا من عالم وذم العالم آمين وآمين. آوند وشميا نفقداش ماقف ملكوثا قديش قديش قديشا. آوند وشميا شو حاير ونشا
حيل خمارا ولها نغمر بذيم حيلوثان ونشمل بمصعاي وثاد وصيروثان تشمش تهاذي روحانيتان شو كان كهنو ثاد عليه بطيب وثهيمن يا هو شو كان روحنا ما تدخل أوا وورا روحت قدشال علمين عودا والمريا وقرا وشمي حوا وبعم عواذا دخيا وراحم لتخيا مريم دخيا وراحم لتخيا مريم الشوذ نوراخم ذكيانا عال معا والوالي حيلخ عذرانخ دوزاهي وثدرا زيكن شمش وفقدانك قديشم قد شي هدامين غمور التورا مد مكيخ ترو مد ربوثاخ وانحيث العلمان شمشت فرقانة كلهم برياثة أتمار أشوى مع ندنيع والمذحق قديشة وانشمش اغذم ترونوس ديلا خمر مرمانا دقوية برابطوسها وشميانا يا هو تشو كان روحانا يمارت كل أوا وورا وروحت قدشا العلمين مريم النون عمار بمشكنا منون شرب طورة قديشة تخيط حوشة ومارا نقي ميت ذم الحار مريم النون عمار
التي لا تحتاج إلى خدمة المخلوقين البتة، أن تثبت الشماس معا في خدمته، وأن تجعله عروسة جميلة في الموضوع المخصص للقيام بإكرامك وتمجيدك، وتبعد عنه الكسل منبع الرذائل، وتشجعه على القيام بنشاطات طوعية تأتي بثمار روحية بنعمتك ومراحمك يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. اللي بن مريا أرحت بجدانك والطارنن، اللي بن مريا تردي أرحت بجدانك والطرم الليل، وعبسوا يا دفوق الناطوري، ترعد في حتة بالدم تحلط كزت شو حالا ولو را والروحة قدشة والزوج وغيرين كان السير حصيكم نار كل شاء شاغر دلقيكم تسكن أوطوة تملح والعود طابت الثا والشاء إنن كالعيرين طالوخ يا قبارد من أبد سقلب قدشك مساق الماري مشمشانة ما عندي لقي مقاموخ، ومشري الليح خليتاش وحتا دمشامش رازواثوخ تعمديخ كل يوم اثت خايح يا ولد اخلى ثروحنا إمارة كل باب برونا وروح القدس العلمي. اللي بن مريا أرحت بجدانك والطارنن، سكيل ضد ناموسخ وطر ومن كل ليلة
شلامان اشبع مرسيس الطيبوثاخ عال معا دوري خغ ذم ذحاخ وزقار اسمد مووثاخ على ساغوذاخ تحار ومسكل مووثاخ وشكين عذرانا دحنانا خد ثقوي بصويانا درحميك قديش النهوى مامرة دخيل شوكانيك وبالحاز ريزل شمليتش مش تدرازيك يا هو تشوكاني روحانا يمارد خول أوا وورو روحة قدشال علمين وثخري مث عيني عمراد الشمية يدعو الأركثياقون المرتسم ليركع على ركبته اليمنى إشارة إلى نيله وزنة واحدة، ويضع إبهاميه على أذنيه ورأسه منحن إلى الأمام علامة الطاعة والتأهب للخدمة. أما الأسقف الراسم فيدعو الروح القدس ليحل على معا ليمنحه مواهب تؤهله لحالته الجديدة، وبوضع يده عليه ويتلو صلاة لينال الروح القدس ليرافقه ويسنده في خدمته. لذلك ينبغي النهوض والوقوف خاشعين عند تلاوة هذه الصلاة المهمة. هلا حلثانا وملكان ملي رحمة، ألا حلثانا وملكان ملي رحمة، ها ودعتير برحمة واشبع بحنان، بطيبوثا خدلا مثملا سمتا مصعايد مووثا خالا هيتم بعيتخ قدشتا دتيل بشماخ ككرثش مشتا روحا لمشمشان درازي قديشي أخمش المانوثا مارش لي حيتا دثيبلا ثلواثا بس يا ميذا مشتا عيتا نيتا هم قروينا نقذاميك معان نوي مشمشانا قوية بيتخ قدشتا ومصلينا كلا نحلابي ومصلينا كلا نحلابي ثيث على وطيبوثة دروحة قدشا وثغمر وتشمل العواذ الثشمشتا هذه لا مثقراو طيبوثي ورحمة ودي حيذايخ لا خولي والروحة قدشا شوحا وقارة وثوديثة وسوثان السيق هاشم
وخل زوان والعالم علمين. أريم عينيكم لمروم علاي ووعى ورحمة من آلها حنانا عال معال أو بثيقنا متسيمين ومطكاس مشمشانا العتاد لها ثلاث فريش صلوا عليه. أيها الرب الإله القدير ضابط الكل، أيها الرب الإله القدير ضابط الكل، القدوس المجيد، يا من تحفظ العهد والنعمة والحق تجاه أتقيائك ومكملي وصاياك. أنت يا من وهبت البشر أجمعين معرفة الحقيقة بنعمتك وبظهور ابنك الوحيد سيدنا يسوع المسيح متجسدا، اخترت كنيستك المقدسة وأقمت فيها رسلا وأنبياء ومعلمين وكهنة لتقديس المؤمنين وشمامسة أطهارا لخدمة أسرارك المجيدة المقدسة. وكما اخترت اسطيفانوس ورفاقه، هب الآن معا نعمة الروح القدس ليفرز شماسا في كنيستك المقدسة ويخدم مذبحك الطاهر بقلب نقي ونية مستقيمة، وليتلالى بأعمال البر لخدمة أسرارك الإلهية المحية، فيستحق يوم المجازات نيل الخيرات السماوية على خدمته الطاهرة والمقدسة التي أداها أمامك بنعمة ابنك الوحيد ومراحمه. فنؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود ولابنك وللروح القدس الآن وإلى الأبد. لقد رسم معا شماسا إنجيليا للكنيسة المقدسة بوضع يد الأسقف الذي يوشحه الآن بزيه الرسمي المكون من قميص أبيض رمز النقاء والرجاء، وهرار يشير إلى خدمته، وزنار يرمز إلى استعداده الدائم لها. زين يا ربنا وإلهنا معا بزينة البر ونقي نفسه بأعمال القداسة البهية. ثبريش وثقداش وثقمر واشتملي معا العواذة تشمش تعيتا نيتا والبلحانة دليواي وثسطبانو سيتا بشماوة وورا وروحة قدشا العالمين. قارئوا مريا ليل قار اللب واشتوعا والصويان الذحلاو شيعة العودة يوم كبرت في السماء روحا
ما تفاح بن مارا ولا هان ريحة هنيد والسيمود حباخ ونهرا نوشاثا بذعث دشراراخ نشتويد نقبل قليان براخ حبي ود مشميم وثمان نوديلخ وشبحة خدلا شلوى بعيتاغم خللتا مليت كل عذرانين وخلطوين دتو ما روارو يدخل العلمين. ربنا وإلهنا نر عقولنا لننصت إلى كلماتك المحية والإلهية، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لنفوسنا وأجسادنا، فنرنم لك المجد يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد.
قراءة من سفر أعمال الرسل. باركك الرب القدير. في تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود الهلينيون يتذمرون على العبرانيين لأن أراملهم يهملن في خدمة توزيع الأرزاق اليومية. فدعا 12 جماعة التلاميذ وقالوا لهم: لا يحسن بنا أن نترك كلمة الله لنخدم على الموائد، فابحثوا أيها الإخوة عن 7 رجال منكم لهم سمعة طيبة ممتلئين من الروح والحكمة، فنقيمهم على هذا العمل، ونواظب نحن على الصلاة وخدمة كلمة الله. فاستحسنت الجماعة كلها هذا الرأي، فاختاروا اسطفانوس، وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيقانور وطيمون وبرمناس ونيقولاوس وهو أنطاكي دخيل. ثم أحضروهم أمام الرسل، فصلوا ووضعوا الأيدي عليهم، وكانت كلمة الرب تنمو، وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم. وأخذ جمع كثير من الكهنة يستجيبون للإيمان. بارخ مار قم لصلاة الشورايا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى طيموثاوس يقول: يا إخوة بارخ مور. باركك الرب القدير. وليكن الشمامسة كذلك رسانا، لا ذوي لسانين، ولا مفرطين في شرب الخمر، ولا حريصين في المكاسب الخسيسة، وليحافظوا على سر الإيمان في ضمير طاهر. وليختبر هؤلاء أيضا أول الأمر، ويقاموا بعد ذلك شمامسة إذ لم ينلهم عيب في شيء. وعلى الشمامسة أن يكون الواحد منهم زوج امرأة واحدة، وأن يحسنوا رعاية أبنائهم وبيوتهم، فإن الذين يحسنون الخدمة ينالون منزلة رفيعة وجرأة عظيمة بالإيمان الذي في المسيح يسوع. والنعمة والسلام معكم جميعا يا إخوتي، آمين. فلنقف حسنا لنستمع إلى الإنجيل المقدس. قاليون قديشاد ماراني شعم شيحان كارزوثا آد يوحنان مار
أختن كالوتن بقاوي وتنياثي بقاوة وخون كل ما دبوتن لطلاباب هاوي لوخون باذي بايشم شب حبابيد ميثوتن بيري وهاوتن تلميذي ديح دخدكم قابلي بابي هم آنكم قابل نوخون كلو بحب دقي دخد أنا نطيري بقدانة بابي بكل يوم بحبا آديح آذي محكي لي وخون هو يبسخوثي بقاوة وخون وتكملا بسخوثة وخون آذي لبقداني دبوتن خالخنا دخد آنكم قابل نوخون ليث حبة بشرابة من آذي ناشا دارق يانحم بدل بإيديح أختم بيدي إيوتن إن أوذوتن كل مات كم بقذ النوخن لبشقار النوخن عودي بيد عودة لك يدي مهاكي وذماريح بيدي قمقار النوخن بي كل ما دشميلي من بابي ميذ النوخن لا أختم قابوتولي إلا أنا كم قاب النوخن كم دار النوخون هم أخنوتن زالوخن ميثوتن بيري وديمي بيردي يوخون دياول لوخن بابي كل من ديد الطلبوتن بشمي لا لها ميناي ثبرك سد مري عليكم سيادة المطران مار ميخائيل نجيب، السامي الاحترام، آباء الكهنة الأفاضل، أخوات الراهبات، عائلة الشماس معا، الجمع المؤمن المبارك في هذا اليوم المبارك اللي هو عيد بالنسبة لنا في الكاتدرائية وفي كل الأبرشية باقتبال ابن الكنيسة الشماس معا هذه الرسامة، هذه الدرجة الكهنوتية الشماسية الإنجيلية. اليوم أيضا هو تذكار مار ميلس. بالعادة نسوي الرسامات في أيام تكون أعياد أو يكون بها تذكارات. مار ميلس أيضا من الشهداء من القرن الرابع، مجوسي كان بالأصل وبعدين تعمد وتدرج بالدرجات الكهنوتية وصار أسقف على سوس أو شوشان في الجنوب الغربي من إيران في ذاك الوقت. حاول يشتغل بأمانة وإخلاص في هذه الأبرشية، ولكن خاب ظن ما قدر. الناس كانوا عنيدين وقلبهم قاسي، فرجع إلى مكان الأصلي وين ما ولد وترعرع، وهناك تلقى اضطهادات وعذابات وسجن لسنة واحدة واستشهد مع كاهن وشماس آخر. حتى نفهم هذه الرسامة أكيد نرجع للقراءة الأولى والثانية. بالقراءة الأولى الرسل يختارون 7 شمامسة. القراءة تبين أنه كان صار نقص بعدد الخدام مع تكاثر التلاميذ، بمعنى الشعب المؤمنين كانوا يتكاثرون، فصار عندهم شوية خلل في تنظيم الخدمات داخل الجماعة، وقسم قاموا يتذمرون لأنه الخدمات بدأت تصلهم أو حقهم مهضوم. فنشوف هنا الرسل يبدون أول شيء يجتمعون بالمؤمنين
ويتكلمون معاهم ويأخذون ويعطون ويقترحون بطريقة جديدة للعمل، والشكل اللي يصلون ويضعون الأيدي مثل ما نحن هسه سياميذة، بمعنى وضع الأيدي وضعنا على رأس الشماس حتى ينال هذه الدرجة للخدمة. أكيد بالبداية الخدمة ما كانت تعني بهالطريقة اللي نحن هسه نقوم بها، الخدمة الطقسية الكبيرة. البداية كانت خدمة المائدة، وبعدين تطورت شوية شوية. كل الأمور ما كانت واضحة في بداية الكنيسة، وأيضا كان اكو صعوبات وتشكيات، مو كل الأمور كانت مرتبة منذ البداية مثل ما ربنا كان يريد. كان اكو صعوبات، كان اكو مشاكل، ولكن الرسل بحكمتهم وإدارتهم قدروا أن ينظمون هذه الجماعة ويجمعوها حتى تلتئم حول كلمة الله وبالصلاة. وهالشكل الجماعة قامت تحس مثل ما نحن أيضا هسه نقدر نحس لما أكو تنظيم، لما كل واحد يعرف مكانته، لما كل واحد يعرف دوره ومسؤوليته داخل الكنيسة. ذاك الوقت راح نشوف أنه حتى الفقير ما راح يحس أنه هو فقير، أو شخص آخر يحس أنه هو مهمل أو مهمش بالكنيسة. وهالشكل مع هذا التنوع الموجود في الكنيسة، كل واحد من عندنا من مكان، كل واحد من عندنا يحكي شكل لغة أو لهجة وعنده فكر معين أو انتماءات معينة، ولكن انتمائنا الأول والأخير هو لربنا. وهالشكل هذه الجماعة تبدي تنمو وتكبر وتتقوى، وما راح يقف أي شيء حاجز أمام دينامية المحبة ونمو المحبة والمساعدة الأخوية في الجماعة. هالشكل كل جماعة تعيش بهذه الطريقة، تكون متماسكة متوحدة، تكون تبشر بعظائم الله معانا. في القراءة الثانية مر بولس في رسالته إلى طيموثاوس ينطي شوية نصائح، ويريد يرتب كنيسة الله اللي هي بيت الله، يريد يدبرها وينظم أموراتها. فينطي شوية صفات على الشماس الإنجيلي أن يتحلى بهذه الصفات والسمات حتى يكون مؤهل لهذه الخدمة. أول شيء الشماس لازم يكون فوق كل الشبهات، يكون محترم من القريبين ومن البعيدين. أيضا مثل ما سمعنا يكون معتدل في الشرب، كل شيء بتوازن وليس بإفراط. نفهم هذا الشيء لأنه في ذاك الوقت الشماس كان يقوم بزيارة البيوت والعائلات، فأكيد كان يكون اكو مناسبات أكثر حتى يأكل ويشرب مع الجماعة. ولهذا يدعو مار بولس كل خدام المذبح أن يكونون معتدلين بالشرب. أيضا يكون يبتعد عن المكسب الخسيس. الشماس كان أيضا يقوم على توزيع الإعانات والمساعدات. ممكن تسنحنا الفرصة أنه يمد إيده أو شوية يتجاوز على ما يجمع من المال لمساعدة الفقراء والمحتاجين، فيطلب من عنده أن يبتعد عن هذا ويكون عنده ضمير طاهر. الشماس أيضا هو خادم المحبة، ما يقدر أن يمارس هذه الخدمة إلا إذا كان ما يدور وما يفتش عن مصلحته الخاصة. طبعا هذه الخدمة في العالم القديم كانت كلش محتقرة، كانت إذلال للإنسان الخدمة، لكن في كنيسة المسيح الخادم ينال الإكرام والاحترام وينال الجزاء أو المكافأة ليس من الناس ولكن من الله. أيضا مار بولس يطلب شيء مهم من الشماس، أن لا يكون صاحب لسانين، يحكي لهذا الشخص شيء ويروح يم هذا الآخر يحكي شيء آخر. الشمامسة لازم يكونوا راكزين، صادقين، شفافين، متجردين، يحفظون بضمير طاهر سر الإيمان، التعليم القويم وإنجيل الخلاص. تنتهي التعليمات لمار بولس بتأكيد أن الشماس اللي يقوم بوظيفته على أكمل وجه أكيد راح ينال تقدير ومكان مرموق في قلب الجماعة.
فلا ننسى إذن الشماس حتى يرسم لازم يكمل هذه الخدمة، لازم يحمل كلمة الله ويهتم بالفقراء، وانخدم بشكل حسن أكيد ما راح يخجل أمام الله ولا أمام البشر. وشوية شوية يبدي ينتقل من هذه الخدمة المادية إلى الخدمة الروحية، من خدمة المواعيد إلى خدمة الملائكة، مثل ما كان عليه اسطفانوس وفيلبس اللذين تكرسا لنشر كلمة الله. أقول أكيد للشماس معا كلمة، هالرسامة هي ما هي مكافأة نهاية الخدمة، بل هي تأييد وتأكيد وتصديق بما سبق بتاريخ وماضي وكل ما قام به الشماس معا. طبعا هذه هم درجة كهنوتية الشماسية الإنجيلية، وهذه الرسامة هي دعوة للشماس حتى يستمر في الخدمة اللي بدأ بها. أكيد نحن ميزنا هذه الدعوة لدى الشماس معا، لمسنا به كثير من الصفات الإنسانية والسمات الروحية، من تواضع وغيرة على الكنيسة وروح الخدمة ومحبة الفقراء. يمكن ولا واحد من عندنا اليوم يقبل أن يكون مدير دائرة رسمية حكومية يبدي يشتغل أو يخدم كسعور في الكنيسة، يفتح ويسد البيبان ويقوم بالخدمات البسيطة. حتى في عمله الحكومي أكيد نعرف يقتصد في الميزانية المتوفرة له. يمكن يشهدون الموظفين عنده النثرية اللي موجودة لخدمة يمكن الدائرة أو الموظفين كان يقتصد بها حتى يوفر شيء لهذه الكنيسة أو تلك الكنيسة الأخرى. لمست عنده أيضا كثير من التعاون مع الأساقفة الذين سبقوني. حسب علمي كان عنده تعاون كبير مع المطران أميل نونا اللي كان على أبرشية الموصل في فترة النزوح، أيضا مع المطران فرانسيس قلابات في مساعدة العائلات الفقيرة والمتعففة وبصمت. واعتقد ما متأكد لي هسه يمكن هو اللي يكمل هذه الخدمة. بالطبع أيضا مع المطران ربان نذكره في صلاتنا اليوم. آخرا وليس أخيرا مع سيادة المطران ميخائيل نجيب أيضا كان الشماس متعاون وياه ومعايا أيضا على طول. عنده أيضا استعداد دائم لتقديم المساعدة والخدمة لكل واحد يطلب من عنده، ومرات حتى قبل ما يطلبون من عنده هو عنده هذا الاستعداد الروحية بأن هو يعرض المساعدة على الآخرين. ما أنسى أيضا التعامل الأخوي واللطيف مع كل الكنائس والممثلين من الكنائس اللي حاضرين معانا. عنده غيرة كبيرة أيضا على الكنيسة، يركض بين أروقة الدوائر من هالدائرة لهالدائرة حتى يحاول أن يعيد شوية من حقوق الكنيسة. فنصلي في هذا القداس بصورة خاصة من أجل الشماس معا حتى ربنا ينعم عليه بكل النعم اللي يحتاجها حتى يواصل هذه الخدمة مثل ما هو يريد حسب قلب ربنا. وصلي أيضا من أجل عائلته، أمه وزوجته وأولاده أخواته أخوته، عائلته الصغيرة حتى تكون إلى سند قوي حتى يتمم رسالته حسب إرادة ربنا. هي فرصة أيضا نصلي من أجل كل الدعوات، خاصة الأبرشية مثل ما تشوفون عندنا حاجة كلش كبيرة إلى الدعوات. عندنا 4 كهنة وبدأ نلحق على 15 قرية إضافة إلى دهوك. احنا متأكدين إنه ربنا دا يدعو، ولكن محتاجين أن نفتح شوية قلبنا حتى ربنا يختار من هو مناسب لهذه الخدمات. وأكيد العوائل أيضا بحاجة إلى الصلاة حتى تنطي مجال نأكو هذا الخيار أيضا، بالإضافة إلى الخيارات الاجتماعية في المجتمع، المراكز والخيارات اللي موجودة بالمجتمع، لكن هذا أيضا خيار مهم في الكنيسة. الكنيسة محتاجة لكم. ربنا يبارككم ويبارك الشماس.
يا رب. استجب يا رب. من أجل الكنيسة الجامعة أن تشهد لك بنقاوتها وقداستها، وأن تكون كنيسة خادمة ومحبة تحتضن الفقراء والمهمشين وتسعى لتجسيد وصيتك في المحبة المجانية، نطلب منك استجب يا رب. من أجل الدرجات الكهنوتية، الأساقفة والكهنة والشمامسة الإنجيليين أن يعكسوا صورة المسيح العبد والخادم ويكونوا على مثاله في التواضع. استجب يا رب. من أجل الشماس معا أن يكون تلميذا حقيقيا للإنجيل وخادما للكلمة ليعلن البشرى بتواضع ومحبة دون كلل أو ملل، نطلب منك استجب يا رب. من أجل عائلة الشماس معا أن تصبح كنيسة بيتية مقدسة تشترك في الخدمة وتكون سندا له في مهمته الإنسانية والروحية، نطلب منك استجب يا رب. آمين. لا اخمر يا لا خيلانا من نخ طلب حكمنا ونخم كامل من نعمتخ شبخ لي داثا خليثخ ورحمه وحنين وثدالوثخ داوي تحو سايد نهد عمدي يخت شوقانا دحطايد يالد مرايثخ آنت كم قابت طالخ نعمتخ ورحمدي يخمارت كل باب وبرونا وروحت قدش العالمين. صبار وصبرت بمريم المسيح الذي ذبح من أجل خلاصنا وأوصانا أن نصنع ذكر موته ودفنه وقيامته، أعننا بحسب وصيته نقرب لك هذه الذبيحة يا ربنا وإلهنا، وتقبلها منا بنعمتك ورحمتك الآن وإلى الأبد آمين. فقدان خمارا والان بيشدري وصيب يعني راز شويح المذبحة محسيان ولثلاث دمارا قاعد تتمش مية طالة شوحة بكل عدان العلمين آمين. باش قبيلة قربانا قدرة الكلية باش القدشية بتنيت الدالة وروح القدشية تدها وطال العذرانة والفرقانة وتخايد العالم علمين ملقودة شمية طيبوتي دمشيحة الشحلاء والورا والروح قدشا على المذبح قدشا نهوى دخرانا دوثلت مريم من ميدالها من عالم وعالم من عالم آمين وآمين شيحة ودورة رحمة ودحيدة صلوني وشينا موريثا نمر كل عمام ومن دخرا مرتومة على المذبح قدشا عم كان دنصاح وساذد تكلل أشفي عن صورة كلهم عن دينك وقيم تشوتاب شوحتي منه نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء
وحاضر يلكي وبسقوبي وكل كهنة ومشمشاني وبثولة وبثولاثة أنا مثلهم شليلة من آدي علمة بيمانوثة شاريتا وكل بابا واثن وخنواثا وبنونا وبناثا وكل ديانة وكل نوية وشليحة وسادم وديانة بعلمة كله ديولن آلها آوة مكللة بشوحة قيمتا صورة طاو يرتانا خايب ملكوتة شميانيتا بارك ما مودخلو خومريا لتيروث شبخت طيبواث وخد الجيبن كدخني حطاي ومحيلة سبب كبيروث دم رحمنوث وقمخ شخت تخدمو خراز قديش تبغر ودم دمشيحه كدخني بطلابه عن منه اخت تزخمي جنافه وحبك ميله بهيمانوث حقاني خدمه الخليث وخد الجيبن ونسق لك تشبحته ويقاره وثودي ثوصفا هالشوخ الزوان والعالم علمين تمام خون عبروحة خنوا فيها لو شلام خاتك النبحبين مشيحة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا إليك يا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد يقرب القربان لله رب الكل السلام معنا. يستحق اسم ثالوثك المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومفيضا النعمة العظيمة على المائتين ومعلوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك وربوات الملائكة ومواكب الروحانيين خدام النور والروح والكاروبين والسرافيم القديسين الذين يسبحون اسمك ننشد قائلين قدوس 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 الرب الصباح قدوس 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 أنت يا من لا يموت السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم وشعنا 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 في العلا مبارك الذي أتى وسوف يأتي باسم الرب وشعنا في ومع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب ونبارك كلمتك المتجسد فهو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك وهو لم يعد مساواته لك غنيمة بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا لخلاصنا
وسلمنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. كاد غير مطازوناها ودويع في ود نحاش ود نقرأ والموتى هول اليد مشتم واسا ولحمة بيضة وقدي شاثة وارم عينا والواثة خالها ويحيذ كل وودي لا خوارق وقصاويا والثلميذة وكذا مار سوى خول مني كل خون هنا وبر دع لبيكون مذقصد شوقنا دحطاهن هخنا من باثر دحشم سوبيذا وقدي شاثا كاسة دخيا وودي لا خوارخ يا والثلميذة وكذا مار ساوشتا ومني كل خون أنا وديم دثيا ثيق حدت العالم رازد هيمان وثاد أحلى بيكون وأحلى بسقيه مثل شاذل شوقنا دحطاهن كل ما تدعو ديتون هالين دخران ومعديتون كما وصيتنا يا رب قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بالسر الخلاصي هذا الذي به أغدقت علينا نعما عظيمة لا توفى فتجسدت لتحيينا بألوهيتك وعضدت ضعفنا وغفرت خطايانا وأنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة مثل كل يعودي خطاوة ثود الجبن مسق خطال اختجبحت وقارة وثوديث وصغبت دها كل زونا والعالم علمين وبعيكم صلى وسلاما عما مريا أهلها خيلان قبول هذه قربانة مقروخ لطال وخلت كل طيبوثة كم شب خت للطوانيثة مريم كل نائذ بثلوثة وكل باباواثا كان صديقة الشبيري قام وخد كل شليح نويه وكل ساد مودياني بدل إيتا قديشة قاثو لقيثة بكل دكثة وبدل باباواثا قديشة مار فرانسيس كمرا ربا باباترومي مار لويس قاثوليقا باتريركان مار آزاد أبسقوبة مرعيثا لكل أبسقوبة وقاشي وشماشي ورباني وربانياثا نعم يا رب اقبل هذا القربان لأجل كل المحتاجين والمرضى والمتألمين وكل إخوتنا الراقدين الذين انتقلوا من بيننا اقبله يا رب لأجلنا نحن الحاضرين ها هنا والمنتظرين رحمتك استجب صلاتنا واغفر خطايانا وذنوبنا اقبله يا رب لأجل هذا البلد العراق وسكانه وهذه المدينة دهوك وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والمصائب أبعد عنهم الخوف والعنف وامنحهم أمنك وسلامك كل الأيام أيها المسيح سلام السماويين وأمان البشر واطد الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب واهد الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف فنعيش حياة هادئة وادعة بالنقاوة والتقوى. أمخني ومريا ودخم حيل وحلاش دي وجميع بشم قيمة قام غباذي عدانة بلم سبيث شي حيتا توصد من برونو كودخني بصيخ مشبوح ومالوي وبتخارة كودخل الرازة هذه رابة ومزقانة وقديشة ومخيانة ولا هاي رازة تحشد مار الموت وقورته وقيمته بشليا ودحلتها وتنقيمه مصلوي شلام أمان جددني
يا رب روحك القدوس ويحل على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء عظيما للقيام من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك وبأفواه منطلقة ووجوه مشرقة. نحمدك على تدبيرك العظيم ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. بس مارن ولا ريخ الطموثا بريخانية بس يمودة حبوخ مخللا نبقاوي من شخت دخطيثة يا راية طاوة دم بقلب جال الله زيل سكرت نقع جبل لدارن القيبة حسيليقنا نخطيا ثناني لك يذوخ آند لك يذوخ طيبو ثخو رحمديوخ قربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية ونحن غير مستحقين. قروخو ماري بيمانو ثحقاني تشمو خلقي بداني رازق الديشم قاصغ بحنينو ثخ رشمغ بمرحمنو ثخ بغرة ودمد مخيانا مارني شوم شيحة شمت بابا وبرونا روحة قدش العلمين. يوسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي باسم الاب والابن والروح القدس الى الابد. باي شرشيما بغرة قديشة بدم محسيانة دمارني شوم شيحة شمت بابا وبرونا روحة قدش العلمين. لقد أفرزت هذه الأسرار المجيدة وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت باسم الآب والابن والروح القدس مغفرة لخطايانا ورجاء عظيما للقيام من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي هنا في كل مكان الآن وإلى الأبد آمين. ثد مارني شام شيحة وحب دالها بابا شريكو ثد روحة قدشة ويمت كلا دهو كل زونة والعالم علمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق فنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس ونشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدار
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. إن مريا لا خيلانا لا نطاو بابا مليم رحمك طلبخ منخكم نونخ من كبير وثدم رحمة نوثخ لا يا ماري لما بيرتن بجورابا لم برقم خالصا من ديشة وخيلة واثة بدي وخيلة ملكوثة خيلة وزخموثة وقباروثة وشلطانة بشمية وبرم آشا وخلزوان والعالم علمين. شلاما عم خون شال قديشي عيب شلموثا شباح لا لها حيا قادش قدس أجسادنا بجسدك المقدس واغفر ذلك الكريم. موثات طيب وثد محيانا ماراني شو عم شيحة تشتمل برحمة عم كلن Amen.
قرونان وش دوينان وش توتفنان مصود رازي عليش ويحي وقدي شي ومحيان والهاي نودي كلها نخذ ونشبح لها يا يهون شو حالي عالموعى وفتلان صليش لامان قالت شو حاول تلاله ثم عليت مسقي كل عدانا مارت كل باب وبرونا وروحت قدش العلمين آمين بارك الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه وربونا الحياة الأبدية ويبارك جمعنا ويلم شملنا ويقدس شعبنا الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وإلى الأبد. نتمنى من الجميع الجلوس على مود نستمع إلى كلمة الشماس معا. راعينا الجليل مر آزاد صبر الشابة السامي الوقار، السادة الأساقفة الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، والإخوة الراهبات الموقرات، أهلي وأقاربي وأصدقائي وأيها الجمع المؤمن المبارك، سلام الرب معكم. أرشدني إلى طريقك وأرني مجدك. أصعد آيات الشكر والتمجيد للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، فشكرا لك يا رب على نعمة الخدمة الجديدة التي قبلتها اليوم عن غير استحقاق مني، وأسأله أن يؤهلني لأستثمر الوزن التي أنعم بها علي. أقدم شكري لأمي العذراء لتكون معي وترافقني وتعلمني لأقول نعم لإرادة الله في حياتي كما قالتها هي. أقدم شكري الخالص
لسيادة المطران مار آزاد صبري شابة على صبره وتشجيعه ودعمه الدائم لخدمتي في الكنيسة، فشكري البنوي لك يا سيدنا. شكرا سيادة المطران مار ميخائيل نجيب ميخائيل راعي أبرشية موصل وعقرة الكلدانية الجزيل الاحترام على حضوره ومشاركته لهذه المراسم. كما أشكر سيادة المطران مار فيليكس الشابي راعي أبرشية زاخو الكلدانية الجزيل الاحترام الذي حضر وشاركنا هذه المراسم. أقدم شكري لخورنة كاتدرائية مارئيث آلهة الكلدانية بشخص خوريها الأب يوسف ياقو يوسف على سهره وتعبه لتحضيرات الرسامة. شكرا لك أبونا. والشكر موصول لكل الآباء والكهنة والأخوات الراهبات الحاضرين لهذه الرسامة. هنا أذكر كل من كان له الدور في زرع المحبة في قلبي تجاه الكنيسة، وأخص بالذكر المطران مار حنا قلو الذي كان بمثابة الأب والمعلم، وكذلك الأب سنحاريب جميل راعي كاتدرائية أم الله في ميشيغان أمريكا، الذي أرشدني ورافقني في بداية مسيرة الشماسية في الكنيسة منذ عام 1992 مع إخوة الشمامسة، حيث كنا 20 شماسا، وحاليا بقينا 2 أنا والشماس يوسف. كما أشكر الأختين مارغريت قلب يسوع الأقدس والأخت حنان إيشوع من راهبات بنات مريم الكلدانيات للإرشاد الروحي الذي قدمتاه لي تحضيرا لهذه الرسامة، فشكرا لكما. أقيم دور مدرسة أبرشية دهوك الكلدانية على فتحها آفاقا جديدة في أبرشيتنا لنتعرف أكثر على يسوع ونطور مهاراتنا الرعوية لنعيش فرح البشارة وروح الأخوة التي نحتاجها اليوم. أتقدم بالشكر الجزيل إلى إخوة الشمامسة وجوقة مارئيث آلهة الكلدانية واللجنة التنظيمية، وأخص بالذكر الشماس يوسف شابو يوسف والشماس بهنام عزة سامي على تحضيرهم المراسيم الطقسية لهذه الرسامة. شكرا لك أخي وصديقي العزيز الشماس لينوس متخمو في كندا حاليا، إذ وضعت بصمتك في اختيارك التراتير الروحية التي أنشدتها جوقتنا العزيزة خلال هذا القداس المبارك. شكري أيضا للسيدة فيفيان حنا بدي معلمتي في التعليم المسيحي. تعلمت منك لطف الكلام الطيب والهادئ الذي نحتاجه اليوم في حياتنا. أشكر راديو مريم ونهدر لايف على نقل الرسامة على الهواء مباشرة، وأشكر كل من عمل في الخفاء وتعب وسهر وصلى من أجلي ليبارككم الرب دائما. أبي وأمي، أي شكر يمكنه أن يفي حقكم، فقد سهرتم على تربيتي وتنشئتي مع إخوتي تنشئة مسيحية ملؤها المحبة. فمن أبي تعلمت التضحية وخدمة الآخرين والبساطة والتواضع، ومنك يا أمي تعلمت المحبة والصبر والصلاة. أخي العزيز مازن، من خلالك علمنا الله معنى الرحمة والعطف، فتبقى الفرحة لا تفارق عائلتنا بحضورك. أختي الغاليتين سانتا وإيفيت، أشكر محبتكم وصبركم وتحملكم كأهل العائلة وخدمتها في غيابي، فأنتما في صلاتي وكما أنا في صلاتكم أيضا. زوجتي العزيزة إيفا وابني الحبيب أوغستين،
وابنتي الحبيبة ميراي. أشكر الله على وجودكم في حياتي، وأثمن وقفتكم معي، وأقدر عاليا تفهمكم لرسالتي، فأنتم أيضا تساهمون فيها لنتعرف على يسوع أكثر ونجسد فرح الحب الحقيقي للعائلة، لنبقى متحدين رغم الصعوبات التي تواجهنا. أقول لعائلتي إيفا وأوغستين وميراي: شكرا لكم من القلب على صبركم وتضحيتكم وعطائكم من أجلي، فلولاكم لما كنت اليوم واقفا هنا متحدا مع الرب ومعكم. أحبكم. وأخيرا وليس آخرا، شكرا لكم جميعا على حضوركم ومحبتكم ومشاركتكم في الصلاة من أجلي، وأسأل الرب أن يبارك عائلاتكم ويغمرها بالسلام والنعمة والبركات. صلوا من أجلي وأصلي من أجلكم. الرب يرعاكم وأمنا مريم تحميكم. آمين. شكرا لمشاركة الجميع من أجل الصلاة من أجل شماسنا، وأيضا نشكر شمامسة إنشكي اللي رسموا قبل أسبوع اللي حضروا بقيادة أبونا سمير، فالتصفيق حار لهم من اللي الجو يشاركونا. وإن شاء الله مراتب أعلى يصيرون كهنة، على مود أنا وأبونا سمير ناخذ تقاعد، تعبنا يعني. هسه نتمنى من الكل إنه راح نطلع سيادة المطران مع الشمامسة إلى السكرستية على مود يبدلون. أتمنى من الحاضرين التوجه إلى القاعة العليا، هناك راح نقدم التهاني للشماس الجديد، وأيضا نتناول حلويات المحبة، لأنه غداء المحبة ما شفنا مطاعم، كلها معزلة بسبب الأعياد. فنتمنى من الكل أنه يتوجهون إلى القاعة بعد الزياح. لله الذي يقودنا في موكب